نيجي بقى على الدور الأول، القسم الخاص بالآثار اليوناني والروماني والآثار الغارقة. من أهم القطع الخاصة بالقسم دوت تمثال عثر عليه في تنقيبات منطقة الشلالات مصنوع من المرمر، يقال إن هو اسكندر. هنلاقي كمان في القسم ده أهم القطع والأواني، وهي أواني الهيدرا، والأواني دي كانت بتتحط فيها رماد المتوفي بعد ما بتتحرق جثته. هنلاقي برضه لوحة من الفيسيفساء لميدوسا، وميدوسا دي أسطورة يونانية لفتاة جميلة تحولت لفتاة قبيحة. شعرها عبارة عن تعابين، واللي يبص في عينها بيتحول لحجر. والفسيفساء دي كانت بتتحط يا اما على أرضية من أرضيات القصور أو المنشآت العامة اليونانية. عندنا كمان تمثال إله سرابيس، هو العجل أبيس في الحضارة المصرية القديمة. عندنا كمان أواني لحفظ النبيذ لمدة طويلة اللي هي الخمرة. عندنا تمثال الإله المعبودة إيزيس، وفي قاعة خاصة بالآثار الغارقة في الدور ده، واللي عثر عليها من خلال أعمال التنقيب الأثرية في الشلالات وخليج أبو قير والمينا الشرقي بالإسكندرية. ومن ضمنها عملات كانت بتستخدم على السفن اللي استخرجت من أسطول البحر الخاص بنابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية. وفي تمثالين لأبو الهول تم انتشالهم من الغرق. وفي آثار تانية كتيرة خاصة بالحضارة المصرية القديمة لقيناهم تحت المية. عندنا الدور التاني وخاص بالقسم الآثار القبطية والإسلامية والفن الحديث. هنلاقي قاعة خاصة بالآثار القبطية، أيقونات، ومن أهم الأيقونات دي أيقونة العشاء الأخير للسيد المسيح والحوريين. هنلاقي كمان ملابس خاصة بالكهنة في العصر القبطي. نيجي بقى على القاعة اللي في الدور التاني، وهي قاعة الآثار الإسلامية. هنلاقي مجموعة من الأسلحة بتعود للعصر العثماني، ومجموعة من قواعد لأواني بترجع للعصر المملوكي، ومجموعة من الفازات بترجع للعصر العثماني مصنوعة من السيراميك والخزف. هنلاقي شكمجية، ودي خاصة بالعصر العثماني ومتقسمة لدرجين وعليها أشكال هندسية تتحط فيها المجوهرات والحاجات التذكارية. هنلاقي مجموعة من العقود بترجع للعصر العثماني من الأحجار الكريمة، ومجموعة من الأواني بترجع للعصر العثماني وأواني مصنوعة من الزجاج. وفي شيشة بترجع للعصر العثماني، وهنلاقي موقد وعملات بترجع للعصر المملوكي والعصر العثماني. في جناح في الدور ده خاص بأسرة محمد علي، بيحتوي على نياشين وشمعدانات وأدوات منزلية خاصة بأسرة محمد علي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقات تانية كتير وحكاية جديدة، والسلام عليكم.